يا مساء الخير والسعادة. العيال قالولك يا ماما نفسنا ناكل بانيه. قعدت تفكري وقلتي ان البانيه وصل سعره 200 جنيه. تعال اقولك ما تفكريش كتير واعملي معايا الوصفة دي بنص كيلو بانيه بس. نص كيلو؟ هقولك نص كيلو، وهيرمي معاكي كتير جدا، وهتاكلي وتتبسطي انتي والولاد، وكمان هيفيد. والاكل ده مليان بركة. سمي الله وصلي على رسول الله. 6 بطاطسيات بحجم متوسط، قشريهم وقطعيهم مكعبات. في الحلة حطيهم وحطي مية وملح وفلفل وكمون. حلو الكلام، حلو الكلام. سيبيهم يسلقوا خالص لغاية ما يبخروا كل السوائل اللي فيهم. على ما تبرد البطاطس وممكن تحطيها في التلاجة شوية، اضربي البانيه في الكبة وخليها مفرومة. في قلب بولة حطيها وضيفي عليها ربع معلقة من البيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة من النشا. حلو الكلام، جميل الكلام. البطاطس طبعا هي دلوقتي في التلاجة عشان الاقيها متماسكة زي ما احنا شايفينها كده. شايفة البطاطس روعة، لان دي اللي هتمسك لي صوابع البانيه هي والنشا. هضيفها على البانيه وهبتدي امزج كل المكونات. وانتي بتسلقي البطاطس اوعي تنسي ان انتي ضفتي ملح، فعشان ما تكتريش الملح جوه الوصفة. طبعا انا عملتهم بايدي ومزجت المكونات كويس جدا، خليتها زي ما احنا شايفين كده. البطاطس والبانيه مع بعض كده بيقولوا احلى كلام وتجانسوا كويس جدا. هبتدي بقى اصبع فيهم وهوريكي قد ايه لما اقولك البطاطس ما يكونش فيها اي سوائل، دي اللي هتمسك لي البانيه ومش هتفك مني لما يبقى شكلها زي ما احنا هنشوفها كده. الوصفة دي وصفة اقتصادية وكمان موفرة جدا، لانك انت ممكن تعملي بالكمية دي كمية كبيرة ممكن تقعد معاك يومين. تحطيها في التلاجة عادي مفيش اي مشكلة، او تصبعيها تحطيها في الكريسبي وتحطيها في الديب فريزر وتستخدميها وقت ما تستخدميها. بصي البطاطس روعة، كأنها عجينة بالظبط، البسكوت او كحك. شايفة البطاطس ما لزقتش في ايدي. طيب ولو لزقت اعمل ايه؟ هقولك هاتي نقطتين زيت ودهني بيهم كف ايديكي وصبعي البطاطس ومش هتلاقيها بتلزق. بس هي بصراحة انا ما استخدمتش الخطوة بتاعت الزيت، لاني زي ما قلتلك انا ظبطت سلق البطاطس والنشا اللي انا حطيته كمان امتص اي سوائل. طبعا شفتوا الكمية ما شاء الله قد ايه، الصوابع رمت معايا كتير جدا، غير كمان لما تحط في الكريسبي بتكتر اكتر. في البولة ديت الجميلة هتضيفي بيضتين وتربيهم كويس، ولو عندك لبن ياريت تحطي شوية من اللبن عشان ما تستخدميش وتستهلكي بيض كتير. احنا عايزين نوفر، مش عايزين نعمل مصاريف كتير للأكلة. الكريسبي ده شوية دول الكتير دول ب10 جنيه. هتحطي شوية تحطي عليهم ملح وفلفل، وكمان معلقتين دقيق، وحطي عليهم معلقة نشا وبرده ملح وفلفل. ويلا بينا نحط الصوابع الجميلة التحفة دي في قلب الدقيق، ومنها للبيض ومنها للكريسبي. الوصفة دي تقدري كمان تحشيها تونة، تقدري تحشيها ميكس جبن وزيتون زي ما انت حابة. ممكن تعمليها كده سادة، وبالهنا والشفا. طبعا شايفين الكمية دي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ده دورين تحت بعض، فانا بوريكم الكمية الله اكبر حلوة قوي. الخطوة المهمة جدا عشان خاطر صباع الكفتة ما يفكش مني وانا بقليه، الزيت يكون سخن سخن بدرجة كفاية. واول ما احط الصباع الاقيه عمل كده اعرف كده تمام جدا. اهدي بقى النار عليها واخليها وسط مش عالية. ليه؟ عشان تاخد لون ذهبي وتاخد راحتها في السوا، والاقي اللحم اللي جوه البطاطس استوى. اوعي تنسيني في اللايك، مقدمالك وصفة تحفة وطعمها خطير. شايفة الجمال؟ شايفة الصباع لا شق ولا فتح ولا كسر ولا اي حاجة. شايفة كمان تحفة مستوي جدا، وطعمه بقى ولا بهاراته روعة. وكمان اتبقى شوية قالتهم في، طبعا عندي بيحبوا الكريسبي مطحون، فطحنته في الكبة وجنبه شوية مكرونة. سلام.